المنظمة دي ما كانتش بتلعب، دي كانت بتصفي البشر اللي قدروا يحلوا اللغز الأرقام الأولية دي، ووصلوا لموقع إلكتروني عليه ساعة عد تنازلي. لما الساعة دي وصلت للصفر حصلت الكارثة اللي قلبت العالم. بمجرد ما العداد خلص الموقع ما طلعش كود جديد، الموقع طلع 14 إحداثيات على الجي بي إس في العالم الحقيقي، أيوه العالم بتاعنا، في أمريكا، روسيا، اليابان، فرنسا، أسبانيا، وحتى أستراليا. اللغز طلع من الشاشات ونزل للشارع، ونزلوا أعقد لغز في تاريخ البشرية. نزلوا المرة دي مش صورة، لا، كتاب كامل اسمه ليبر بريموس أو الكتاب الأول. الكتاب ده مكون من 58 صفحة، بس الكارثة هنا إنه مش مكتوب بأي لغة بشرية معروفة. السكات اخترعوا أبجدية كاملة خاصة بيهم، من الرونز. الهاكرز وخبراء التشفير في العالم كله اتجمعوا عشان يحلوه، والنتيجة من سنة 2014 لحد اللحظة اللي بتسمعوني فيها دي قدروا يترجموا 19 صفحة بس من أصل 58. السكاتة سابت رسالة بتقول فيها: لن نعود حتى يتم فك شفرة الكتاب الأول بالكامل.